السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. عيد الكبير كله لحمه، فانا ما بحبش اللحمه قوي، فعايز اكل فراخ، بس عايز اكلها بحاجه جديده، طريقه لذيذه شويه. اكلها ازاي؟ فكرت ان انا اعملها كوردون بلو، زي ما انتم شايفين كده، مكرونه بالصلصه مع الكوردون بلو. حاجه خيال خيال. ده طبق كده فاست في الكاتافاست، فتلاقي كده الدنيا حاجه خفيفه كده ناكلها. اوريكم الكوردون بلو ده عامل ازاي. بص الجمال، بص، جوسي جوسي جدا، والحشو باظظ باظظ خالص. تعالوا ندوقه بقى. بصوا الحشو من جوه عامل ازاي. تعالوا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الخلطه اللي انا حاططها جواه دي جامده قوي. هي دي الطريقه الصح اللي يتعمل بيها الكوردون بلو. ده الطريقه الاصليه. امشوا ورايا واسمعوا مني، هتاكلوا الشهد. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واستنوا فيديوهات تانية جديده. سلام. اول حاجه بقى بنجيب البانيه، يا اما بنجيبه صدر كامل وبنقطعه بالشكل ده وبنفرده، طلع طبعا منه حتتين الستريبس لان دول مش هينفع يتفتحوا، يا اما وانتوا بتشتروه جاهز بتقولوا للراجل يقطعه لكم كده اهوت بالشكل ده خفيف عشان يتحشي صح ونعرف نقفله. هنتبلهم بقى بايه؟ عندي بصلتين مبشورين، هحط فيهم البانيه، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه من البهارات المشكله، وعصير ليمونتين، ونقلب الكلام ده كله ببعض. بعد ما نقلبه ونوصله بالشكل ده كده هنحطه في التلاجة ونسيبه لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بقى طلعنا الفراخ من التلاجة. تعالوا اقول لكم هنحشي الكوردون بلو ده ازاي. هنحط معلقة مايونيز، وعندي زيتون اخضر، وعندي زيتون اسمر، وعندي لانشون حلواني اللي هو اللحمة، وتقدروا تبدلوه باي نوع تاني لحمة، سواء بيكون او الحاجات دي كلها اللي انتوا عايزينه بتحطوه، بس انا ما عنديش غير دوت فجبت حبة وقطعته. وعندي بقى موتزاريلا وخلطة اللي هي الجبنة الميكس، هحط منها حبة. هنقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعض لحد لما يبقى بالشكل دوت وماسك نفسه كده اهو. هنبدأ بقى ان احنا نحشيه. هنفرد بقى الصدر كده اهوت ونحط الحشوة في النص كده اهو، ونحاول نسويها عشان ما تخرجش بره، وما نحطش كتير عشان خاطر ما تبوظش معانا في الزيت وتبهدل الدنيا بالشكل ده. هنقفل بقى كده. وعندي بقى خلل الشيش اللي هي الصغيره دي او خله السنان، واحاول اقفل كده اهوت في كل حته مفتوحه عشان الحشو يبقى ماسك نفسه وما يخرجش بالشكل ده. باربع خلات كده اهوت قفلنا الفتحات اللي ممكن تبقى موجوده فيه. تعالوا لكم بعد كده بنعمل بايه تاني. هنجيب بيضتين نحط عليهم ملح وفلفل وشويه لبن ونضربهم كده، وعندي شويه بقسماط. هنجيب بقى الصدر كده اهو وننزل في البيض، وندخل بيه على البقسماط على طول. نحاول نقفل اي فتحات بالبقسماط. وننزل بيها على الزيت على طول، وننزل في زيت يكون سخن وغزير. اما توصل معانا بقى بالشكل دوت هنطلعها في مصفى عشان تصفي الزيت.